بقول لكم ايه، قعدتكم انتوا عاملين تقلبوا كده ومش مستفادين حاجه، مش عجباني. ما تيجوا احكي لكم قصه الراجل الحكيم. مره كان في راجل حكيم، الراجل ده كان كل الناس بتروح له تستشيره في امور حياتهم. يعني واحده مثلا متخانقه مع زوجها تروح تحكي له، واحد متخانق مع زوجته ومش طايقها ومش طايقاه فيروح يحكي له، واحد ضرب صاحبه فيروح يفصل في المشاكل، عشان عارفين ان هو قد ايه راجل حكيم جدا 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 وعاقل جدا. فالراجل ده جه يوم عليه اتخنق وزهق وقرف من الناس، وقعد يقول هو انا يعني الناس دي دايما كل مره يجوا يحكوا لي نفس المشاكل. يعني الراجل اللي كان متخانق مع زوجته الاسبوع اللي فات جاي يحكي لي نفس المشكله هي تاني، وبرده الراجل اللي كان ضارب صاحبه برده جاي يحكي لي نفس المشكله هي تاني. هي الناس دي ايه؟ ما بتزهقش؟ ما عندهمش حاجات جديده؟ فهو زهق قوي واتخنق. وطبعا عشان هو راجل حكيم وعاقل كده، فقرر ان هو يجمعهم كلهم، نفس الناس اللي بتيجي تحكي له على المشاكل هي قرر ان هو يجمعهم في يوم ويقعد معاهم. وهو قاعد معاهم رمى نكته كده حلوه بتضحك، فكلهم ضحكوا قوي قوي قوي. وبعدها كده بشويه قعد يتكلم معاهم، بعد كده رمى نفس النكته تاني اللي برضو بتضحك، فيعني ما ضحكوش قوي، ابتسموا كده اللي هو بعدها تاني اتكلم معاهم شويه وراح رامي نفس النكته تاني. فالناس بقى سكتت، يعني ما حدش ضحك. فقال لهم ما تقدروش تضحكوا على النكته نفسها اكتر من مره، فليه دايما مستمرين في الضيق والمشاكل والبكا والزعل على المشاكل نفسها كل مره؟ طب وانا استفدت ايه دلوقتي؟ لا، استفدت ان العبره من القصه دي ان القلق بيضيع الوقت. القلق ما بيزلش هم، ما بيزلش مشاكل، ما بيحلش. انت بتضيع وقتك في القلق والخوف والزعل والبكا، كل ده ضياع للوقت وضياع لطاقتك. بس كده.